كاين واحد المثل كنقولوه حنا بزاف: كثرة القرايه كتسطي. كل ما فهمتي كثر كل ما ديك الراحه ما كتبقاش، كل ما وعيتي بالعالم كثر كل ما لقيتي راسك متاقلمش في لي جروب اللي دايرين بك. ولكن السؤال الحقيقي هو واش الوعي بصح كيخلي الانسان يعاني كثر؟ واش المشكل في الوعي اللي كيكون زايد اولا في هذوك التحليلات اللي كيكونوا زايدين، اولا حيتاش كتشوف شي حوايج الناس الاخرين كيضرقوا عينهم عليها؟ يمكن المشكل ماشي هو انك واعي بزاف، يمكن المشكل انك ما بقيتيش قادر تعيش اللحظه غير كتفكر فيها. وفي هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا هذه الفكره من ثلاثه ديال الجهات: من الجهه النفسيه، من الجهه الفلسفيه، ومن الجهه العلميه كيفاش كيخدم المخ. اول حاجه خصنا نوضحوها: ماشي اي واحد كيكون ذكي كيكون حزين في حياته، ماشي اي واحد كيكون بسيط وطالق التصريح كيف ما كنقولوا كيكون مرتاح. الحياه ماشي بهذه السهوله. اذا منين كيجي هذا الاحساس بالتعاسه؟ كيجي من واحد الحاجه اعمق اكثر من هكا. بعض الناس اللي عندهم القدره كبيره باش يفهموا، باش كيربطوا الافكار وباش كيقراو التفاصيل. يعني ماشي الذكاء بوحده، ولكن الذكاء ملي كيتلاقى مع العزله والفراغ، مع غياب المعنى، كيولي واحد السلاح اللي كيدور على مولاه. حيتاش كاين فرق كبير ما بين التفكير وتبقى تدور في نفس الفكره في دماغك. التفكير كيساعدك تلقى الحل، اما تبقى تدور الفكره في راسك كيبداو يجيوك هذوك الاسئله: علاش واقع هذا الشيء؟ علاش انا؟ شنو غادي يوقع من بعد؟ واش درت الحاجه اللي هي صحيحه؟ واش الحياه غادا تبقى بحال هكا؟ في علم النفس كيسميو هذا النمط بالريبيتيتيف نيجاتيف ثينكين، اولا التفكير السلبي المتكرر. وكاينه ابحاث كتربط هذا النوع ديال التفكير بشبكات دماغيه مرتبطه بالتركيز على الذات والرجوع المستمر للافكار الداخليه، خصوصا الشبكات اللي كتنشط ملي الانسان كيكون سارح او ساهي في الافكار ديالو. وهنا كنلقاو واحد المصطلح مهم اللي كيتسمى ديفولت مود نيتورك، ولا بالعربيه الشبكه الافتراضيه ديال المخ. ما يدوخوكش المصطلحات، هاد الشبكه كتكون نشيطه غالبا ملي ما كتكونش مركز على العالم الخارجي، كتكون خدامه اكثر ملي كيكون الانسان كيدير واحد التامل في الذات، كيرجع للماضي ولا كيتخيل المستقبل. بعض المرات كتخدم ملي كتحاول تفهم النوايا ديال الاخرين، وهي مرتبطه بواحد الوظائف كتنفعنا بطبيعه الحال، بحال الذاكره الذاتيه والخيال والمعنى. ولكن ملي كتولي هاد الشبكه نشيطه اكثر من اللازم، كتجيب مع داك الدوران في التفكير، كتبقى تدور نفس الفكره في دماغك، كتقدر تدخل الانسان في دوامه ديال القلق او حتى الكآبه كاع. وهنا كنقربوا الفكره اللي هي اساسيه: الانسان اللي عنده العقل قوي غالبا كتكون عنده القدره انه يبني واحد السيناريوهات في دماغه، كيقدر يتخيل 10 ديال الاحتمالات في دقيقه كاع، كيشوف النتيجه قبل ما تكون واحد البدايه، كيخمم في المستقبل حتى هو باقي ما وقع والو. هاد القدره كتكون بعض المرات نعمه، ولكن كتولي نقمه ملي ما كتبقاش تحكم فيها، حيت ملي الدماغ ملي كيبقاش يسكت ولي كيدير واحد النشاط اللي هو ماشي طبيعي، ما كيخليكش تعيش اللحظه ديالك، كيحول كل لحظه لسؤال، وكل سؤال قدر يردو ريسك، وكل خطر كيردو توتر. دابا نزيدو شويه الجانب العلمي، ولكن بواحد الطريقه اللي هي مبسطه اكثر. المخ ماشي آلة وحده، فيه شبكات ومناطق كثيره كتخدم مع بعضياتها. وما بين المناطق المهمه هنا بريفرونتال كورتكس، هذه تقريبا هي المنطقه اللي كتكون عندها علاقه بالتخطيط واتخاذ القرارات وداك التفكير المعقد. عاد عندنا لاميغدالا كتدخل في بزاف في معالجه الخوف والتهديد، مثلا فاش كتكون في واحد الخطر. وعندنا ليبو كام هي اللي كتكون مسؤوله على الذاكره ديالنا وكتنظم لينا النشاط ديال الدماغ ملي كيكون تحت واحد ستريس. في الوضع العادي البريفرونتال كورتكس تحاول تنظم وتهدئ، كتقول المخ غير بشويه عليك، راه ماشي كل حاجه راه خطر. الابحاث كتشير ان الضغط المستمر يقدر يضاعف بعض الوظائف اللي كتكون مسؤوله عنهم البريفرونتال كورتكس، ما كتبقاش عنده ديك الاستجابه اللي كتكون مرتبطه بالمناطق بحال لاميغدالا. بمعنى واحد اخر التوتر يقدر ينقص من التحكم على الذات ديالك وتحاول تهدئ الوضع كيف ما كنقولوا ملي كتكون تحت ستريس، ما كيبقاش عندك داك الرد الفعل العاطفي. بواحد العباره اللي هي بسيطه، ملي كتعيش تحت الضغط ديما العقل اللي كان خاصو يفكر بوضوح كيولي خدام غير باش ينجيك من الخطر، ماشي باش يشرح لك الحياه. بعض المرات يقدر يكون هذاك الضغط كيتعيشو غير انت ما بينك وما بين راسك، يقدر ما يكونش كاع واحد الخطر اللي هو حقيقي داير بك. حتى ليبو كام اللي عنده علاقه بالذاكره وتنظيم ستريس ريسبونس كيقدر يتاثر حتى هو بالضغط اللي كيكون مزمن. يعني الانسان اللي واعي اكثر وعنده القدره حليل اكثر، الا كان في واحد البيئه اللي هي مضغوطه فالعقل ديالو يقدر يدخل في واحد السيركل اللي هو خطير، كيكون واحد الضعف في التنظيم. هادشي اللي كيخلي ستريس يكون ستريس كيديك القلق
والقلق كيعاود يجيبك للتحليل وهي دايره. هنا كيبان الانسان بحال المعرفه هي اللي مرضاته، ولكن في الحقيقه بعض المرات المعرفه دخلت وسط النفس وما لقات اصلا هذيك الهدوء اللي كان خاصه تلقاه. من الناحيه الفلسفيه هادشي قديم بزاف. من نهار بدا الانسان وكيسول علاش حنا هنا، وشنو المعنى ديال هذه الحياه، واش الحريه كاينه بصح، واش الموت كيسالي كلشي، واش الناس كيكونوا صادقين وصريحين، واش الخير بصح كاين. من داك النهار بدات المعاناه ديال الوعي. الانسان البسيط يقدر يعيش مرتاح، كيفيق، كيخدم، كيضحك وكينعس، وهادشي ما فيه حتى شي عيب. ولكن الانسان اللي كيبدا يشوف شي حوايج اللي ما كيشوفهمش الناس الاخرين، كيبقاش يشوف غير الحياه، كيبدا يشوف فراغ اللي كاين وسط الحياه، كيشوف بزاف ديال العلاقات اللي هما سطحيه، وان بزاف ديال الناس ما كيعيشوش غير كيعاودوا نفس الروتين، وان المجتمعات يقدروا يعطيوك دور. ومن هنا كيجي الالم، ماشي حيت عرفتي واحد المعلومات اللي هما جداد ومزيانين، عرفتي بان المعرفه ما كتضمنش لك واحد الطمأنينه، ما كتضمنش لك واحد الراحه،